السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ بتمنى تكونوا بخير دايما. اهلا وسهلا بكم، نورتونا وشرفتونا، وبطلب منكم بعضيه تشتركوا في القناة عشان تكبر لكم. النهارده نعمل بقى فيديو جميل جدا، كل فوسفور جميل جدا. النهارده جايب لنا زيارة من عند امي ما شاء الله، جميلة جدا، شايفين ما شاء الله النور عليها. النهارده هنعمل بقى حمام محشي بقى. النهارده هعمل بقى بالرز، مش هعمل بقى بالفريك. عايزه اقول لكم بقى ايه، طبعا لازم يكون بقى الحمام من هنا كده، اللي عند الحصى هنا مقفولة اهي، مقفوله بقى. هي ده عايزه اقول لكم جاي لنا اصلا متنضف كده، شايفين ما شاء الله مقفوله كده من هنا، عشان طبعا نحشي بقى رز كده، وبنخلي بقى الجلد من تحت، عشان طبعا ايه، احمر الرز بالكبده وبالبصل، واحط احشي بقى كده الحمام. هيطلع معانا احلى واجمل حمام محشي كده بالرز المصري. شايفين ما شاء الله مغسول كده ونضيفه زي الفل اهوت، جميل جدا. وطبعا مجهزه بقى ايه، بصل اهوت، مجهزه بصله ومقطعه بقى الكبد كده، مقطعه بقى في طبق اهوت، هشوحها كده مع البصله عشان تدي ريحه كده وطعم جميل جدا اهوت. وطبعا ايه، غسل بقى رز مصري. عايزه اقول لكم عندي الفريك دوت الفريك اهوت. بس طبعا مش حابين الفريك بقى يعني. هنعمل بقى ايه، هنعمل رز مصري النهارده. هنشغل كده البوتاجاز ونسمن وبسم الله الرحمن الرحيم، عشان طبعا كل حاجه تطلع معانا كده جميله وزي الفل. بعد كده بقى نجيب اي معلقه شويه زيت كده، نحطهم بقى في الطاسه، نعمل احلى واجمل تشويحه رز كده بالكبد والبصل. اول حاجه كده نحط بقى شويه زيت كده في الطاسه. طبعا انتوا عارفين الحمام بقى ما شاء الله بتكون فيه سمانه كده وسمين. حطيت بقى شويه زيت اهو حلوين. اول بقى ما الزيت ما يسخن كده هننزل عليه بالبصله. بعد كده طبعا هننزل عليه بالكبد المتقطعه كده، تاخد تشويحه مع البصل وريحه البصل كده، ونحط لها ورق لورا. وبعد كده انزل عليها بالرز المصري، ياخد برضه لون كده، لون بني. او بس الزيت ايه ما يسخن كده، الزيت سخن اهو، هنسمعه بقى الطشه كده. بعد كده بقى لازم ياخد بس لون كده بسيط، ننزل عليه بقى الكبد بتاعتنا المتقطعه كده. زي بقى وش بس القناه عشان تكبر فيكم احلى واجمل فرصه الدنيا كلها. ربنا يحفظكم ويبارك فيكم ويجعل ايامكم كلها سعاده وهنا ورزق كده وراحه بال دايما. تشويحه بس كده بسيطه اهوت، ممكن نحط لها ورق لورا. ورق لورا كده مع البصل عشان ايه، بس كده تتحمص كده وتبقى جميله وزي الفل. اول ما نبدا بقى نشيل كده ريحه البصله، هننزل عليها على طول زي ايه، عشان تبقى البصله كده مسكره وجميله. ننزل عليها طبعا بالكبد بقى متقطعه اهي، شايفين ما شاء الله متقطعه وجميله وزي الفل، مغسوله كويس اهي ما شاء الله جميله جدا. انزل بقى كده عليها، عايزه اديها بس ايه، لون بسيط خالص كده. انزل بقى عليها كده بالكبد، تشويحه كده بسيطه. وبعد كده انزل عليها بقى بالرز المصري طبعا غسلاه كويس، ونقعها بقى كده في ميه، تشويحه كده بسيطه خالص. طبعا حصلت القمر، كان جوزي بقى جايب لحمه مفرومه كده ما شاء الله جميله جدا مفرومه كده. بعد كده بقى ايه، هنشوف بس اللي كنا بنعمله. طبعا ايه، البصل اهي شوحتها. عايزه اقول لكم ريحه الكبده مع ريحه البصل ريحتها جميله جدا وممتازه كمان. طبعا بعد كده بقى ايه، ريحتها جميله جدا. طبعا ايه، حطيت بقى الرز المصري. الرز المصري بقى نقعه بقى كويس اهو، شايفين ما شاء الله جميل جدا وممتاز كمان. حطيته بقى اهو في المصفى عشان بقى ايه يصفى. بعد كده بقى بنزل كده على طول على الكبده. عايزه اقول لكم طبعا الحمام بالفريك، الحمام المحشي بالفريك ده برضه جميل جدا مش وحش. بس عايزه اقول لكم اولادي ما بيحبوش غير اللي هو الايه، الحمام بالرز يعني. عايزه اقول لكم اول ما الرز يتشوح كده وتحط له التوابل بتاعته، يبقى نفس طعم الفريك واحلى كمان بكتير. لان طبعا عارفين بقى الفريك بتاعه بقى غالي جدا، فهم اصلا عامه ما بيحبوش غير اللي هو مرسوم ايه، الحمام المحشي بالرز. عايزه اقول لكم بقى اول بقى ياخد بقى لون كده. طبعا سايبه ايه، البصله بيضه ليه، شايفين بقى عشان بقى هي برضه ازاي، سايبه البصله بقى بيضه علشان طبعا الرز هياخد لون بقى بني، فالبصله ما تغمقش بقى معايا. وطبعا ايه، حافظ بقى على لون البصله. حطيت بقى الرز اهو على النار كده.
هحط له بقى شويه كمون بقى وشويه توابل بقى كده حلوين. وطبعا ايه اول بقى ما ياخد لون بني هحط له كوبايه ميه كده، عشان طبعا عايزه ايه اسويه نص سوي عشان احشي الحمام بقى كده والرز. وبعد كده طبعا ايه ما ياخدش مني سوي جامد، يعني ايه يكون مستوى في قلب الحمام اهو ما شاء الله. عايزه اقول لكم بقى بالسوا كده واخلص بقى سوي، هحط له بقى شويه مكسرات، هحط له بقى شويه زيت كده، لو في شويه فول سوداني شويه كاجو موجودين يعني ان شاء الله هحطها له. ابدا اقلب شويه طبعا ما نبعدش عنه لانه بياخد لون كده على طول. هسيبه كده على النار بقى شويه. وطبعا ايه الحمام بتاعنا كان مجموع بقى ومغسول كويس ما شاء الله جميل جدا وشفتها جمال. عايزه اقول لكم الفيديو النهارده كلهم فوسفور جميل جدا، شايفين ما شاء الله اللهم بارك. شايفين بقى الحمام عامل ازاي سيبين كده وجميل ما شاء الله. دي بقى الزيارات بقى الجميل اللي احنا بنحبها ما شاء الله جميل جدا اهو. هسيبه بقى كده لحد ما الرز بقى يتشوح كده وياخد لون كده. هحط له بقى شويه ملح كده صغيرين، مش هكتر بقى الملح، وشويه بقى توابل كده لو مثلا ايه عايزه تحط له حته قرن فلفل اخضر مفيش مشكله عادي. هسيبه كل لحد ما ياخد لون ونرجع تاني. برده كالعاده يا ساده النور قطع معلش بقى المشكله دي. هضطر بقى افتح بقى البرندة. فتحت بقى البرندة اهوت. هسيب بقى الرز لحد ما ياخد بقى لون كده بني كده جميل فاتح كده وجميل، ونرجع نشوف مع بعض. لايك بقى واشتراك في القناه عشان تكبر بكم احلى واجمل اخوات في الدنيا كلها. اخواتي من مصر ومن خارج مصر بحبكم في الله، ربنا يديمكم نعمه في حياتي طول العمر امين يا رب العالمين. هسيب الرز ياخد لون كده بني ونرجع نشوفه تاني. دلوقتي بقى الرز استوى معايا، حطيت له بقى كوبايه الميه كده، سويت الرز بقى كده نص سويه كده، ما سويتوش سويه كامل. شايفين ما شاء الله اللهم بارك، خد اللون بقى البني الجميل دوت من الكبر اهوت. شايفين جماله جميل جدا في منتهى الجمال. طبعا بقى حطيت بقى كده ايه والحمام بقى بغسله زي الفل اهوت. شايفين بقى الحصل بتاعته من هنا كده، شايفين طبعا خليته من هنا كده، شايفين ما شاء الله اللهم بارك اهوت. طبعا دي طبعا ايه تحت الجلد اهوت. شايفين بقى ايدي واصله من هنا فوق اهيت، ايد واصله بقى ايه من فوق من هنا اهو. شايفين ما شاء الله جميل جدا ومخلي كده وجميل كله زي كل الحمام برضه بنفس الطريقه كده. خليها بقى من هنا اهوت. شايفين بقى الحصله كده موصله لتحت اهيت. شايفين بقى اهوت من هنا كده، شايفين اهو. شايفين بقى ايه الحصه، شايفين قصدي كلامي ان هو الحمام بقى مخلي كله. طبعا ايه بصبعك كده تخلي بقى الحمام من تحت الجلد اهوت. شايفين بقى اهوت من هنا كده من تحت الجلد اهو. شايفين بقى موصل بقى ايه لحد الحصله بقى من فوق. شايفين بقى الصبع بيطلع منين من هو. تخليها بقى من قلب الحمام لا من الجلد نفسه، عشان طبعا تحشيها تبقى تطلع معاكي جميله كده ومنفوخه زي الفل. طبعا حاطه بقى ايه حله على النار، حاطه فيها بقى ايه بصله وبصلايه كده وجزرايه، وحاطه برده ورق لورا وملح ومستكه وفلفل اسمر وحبهان طبعا وطماطمايه وجزر والفلفل الاخضر اهوت. حطهم بقى في ميه بتغلي كده. وبعد كده بقى هحشي بقى الحمام كده بالمعلقه كده اهوت. هنسمي كده ونقول بسم الله الرحمن الرحيم عشان كل حاجه تطلع معانا زي الفل كده. هنسمي نحشي ايه بالمعلقه اهوت بالشكل ده كده. طبعا الرز زي ما قلت لكم سويته نص سوا كده جميل جدا ومفلفل اهوت. وهنضغط بقى بايدينا، نضغط بقى بايدينا كده لحد ايه ما يطلع بقى في الحصله من هنا كده اهو. وبعد كده بقى ايه هنحشي بقى تحت الجلد يعني ايه هتخلي بقى الحمام ايه مهويه سنه كده، لان طبعا الرز بتاعنا لسه هيستوي ازاي يكمل السويه يعني مع الحمام، عشان ايه الحمام ما يفرقعش ولا حاجه ولا الجلد بتاعه بقى يفرقع. يعني ايه هعملها بس من هنا كده اهيت. لسه هنحشي بقى تحت الجلد. شايفين ما شاء الله من هنا اهوت. هنحشي بقى تحت الجلد. طبعا دي سمانه اهيت، دي سمانه كل ده سمانه. هنحشي بقى تحت الجلد كده وهنشوف التاني هيطلع احلى واجمل حمام محشي جميل جدا بالرز. طبعا بقى مش بخيط بقى الحمام خيط ولا حاجه، لا انا طبعا بقفل ازاي بجيب بقى البنصه من هنا كده اهيت. شايفين بقى الحمام اهوت. طبعا خلصت الوقت كله. شايفين ما شاء الله اللهم بارك جميل جدا اهوت. بجيب بقى ايه القنصه كده واحطها بقى من الفتحه اللي تحت هنا كده اهيت. بقوم ايه قافله بقى بالعرض كده، بقفل بقى مش بخيط بقى ولا حاجه. واقوم رايحه ايه مشان كده بقى ايه رجل الحمام بقى بالشكل ده كده اهوت. وانزله بقى كده في ميه بقى الشوربه بتاعته وهي بتغلي. اول ما ينزل بقى هيتماسك بقى مع بعضه وهيقفل يعني كده بقى. تضمني ان شاء الله مش هيتفتح منك والرز مش هيطلع منه، وهيطلع معاك احلى واجمل حمام محشي كده بالرز جميل جدا بمنتهى الجمال. شايفين بقى الحلاوه والجمال جميل جدا ازاي. عايزه اقول لكم عملت بقى كميه الحمام بقى كده بالطريقه ديت. شايفين بقى ما شاء الله. طبعا لسه هينزل بقى الشوربه بتاعته، تقدري تتني الجناحه كده براحتك برده عادي. ممكن تسيبهم بس انا بحب اسيبهم كده. والراس بتاعتها هنحطها هنا كده اهوت. هينزل بقى الشوربه هيزيد بقى شويه عن كده، بس ايه ما نزودش الرز عن كده عشان ما يفرقعش مننا ويطلع اي شكل مش كويس. شايفين ما شاء الله اللهم بارك. عملتهم بقى كلهم اهوت.
اهو شايفين ما شاء الله جميل جدا كل دوت. هحطه بقى كده في الميه السخنه كده، ونرجع نشوف بقى الشكل النهائي ان شاء الله مع بعض. لايك بقى واشتراك في القناه، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم، ونرجع نشوفه تاني بالشكل النهائي. ايه رايكم بقى في الجمال دوت؟ شايفين ما شاء الله اللهم بارك، شكلهم جميل جدا ازاي. طبعا طريقتي فيه سهله وبسيطه، بتمنى تكون عجبتكم. لايك بقى واشتراك في القناه عشان تكبر بكم في حفظ الله ورعايته. مع السلامه.